ما تيجي النهارده اكلمك عن حاجه اسمها ال ROI او Return on Investment، العائد على الاستثمار. المصطلح ده هو اللي هيلخص لك ببساطه عمليه فهم كل قرش انت بتصرفه من جيبك على البيزنس بتاعك. وتعالى بقى يلا علشان اقول لك ازاي. خليني اقول لك كده، لو انت شغال في الماركتنج او السيلز او عندك بيزنس او عايز تقتحم مجال البيزنس باي شكل من الاشكال وانت ما تعرفش يعني ايه ROI، يبقى انت في مشكله كبيره وفي ورطه. خد مني، انت بجد في ورطه. لما تكون صاحب بيزنس او شخص مسؤول عن تسويق لبزنس معين، فانت طول الوقت مسؤول عن اتخاذ بعض القرارات اللي متعلقه بانفاق الاموال على البيزنس بتاعك. وخلي بالك، اي قرش انت بتصرفه على البيزنس لازم يعود على البيزنس ده بفايده معينه، واللي مش دايما بتكون ان كيرف المبيعات بتاعنا يرتفع. ساعات احنا بنصرف على البيزنس بتاعنا علشان نصلح اخطاء، او علشان الناس تعرفه اكتر، او علشان يحقق انتشار كبير، او علشان نخلي الناس تعرف احنا ليه افضل من المنافس، علشان حاجات كتير قوي غير ان انا ممكن اكون بشتغل علشان ابيع. وخلي بالك، كل الحاجات ديت لما بصرف عليها صح وباخد فيها قرارات استثمارية صح، هي برضو بتنعكس على كيرف المبيعات. خليني ابسط لك القصة بمثال عملي كويس. هنفترض ان انت هتصرف 1000 جنيه على تسويق للبيزنس بتاعك. ال1000 جنيه دي هي اللي احنا هنسميها قيمة الاستثمار. قيمة الاستثمار دي المفروض انها تعود على البيزنس بتاعي بفايدة معينة، او تنعكس عليه بشكل ايجابي، تأثر فيه بالايجاب، يعني ترفع في جزء او في جانب من الجوانب المتعلقة بالمشروع بتاعي. فلو هفترض ان انا الهدف من الاعلان اللي انا عملته ب1000 جنيه ده اني اخلي الناس تعرف المزايا اللي موجودة في المنتج بتاعي علشان اقدر اثبت نفسي قدام المنافس، هيبقى العائد على المشروع بتاعي من استثماري لل1000 جنيه دي في الاعلانات هي اني بعمل عملية تعريف قوي للمنتج بتاعي عند الجمهور. هنا العائد بتاعي ما كانش فلوس، ما كانش مبيعات، لكن كان حاجة أثرت بشكل إيجابي على المنتج بتاعي وعلى المشروع بتاعي، وخلت الناس تقتنع بيه أكتر. وده هيساعدهم بعد كده في مراحل متقدمة من الموضوع إنهم ياخدوا قرار الشراء بشكل أسرع ويكونوا مطمنين. هي دي ببساطة فكرة العائد على الاستثمار. أنا بس عايزاك ما تظلمش البيزنس بتاعك، ويبقى كل قرش بتصرفه مقابل إنك تحصل على مبيعات. في جوانب كتير قوي المفروض إنك تستثمر فيها بالنسبة للبيزنس علشان تقدر تحقق منه فلوس، وده هنتكلم فيه في فيديوهات تانية كتير. أنا كده لخصت لك مصطلح ال ROI. هسيب لك في اللينك شوية ريفرنس تقدر ترجع لها وتقرأ أكتر عن العائد على الاستثمار بأمثلة مختلفة وأشكال مختلفة للاستثمار علشان تكون ملم بالموضوع بشكل أكبر. وكالعادة، لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو بتشوفني على السوشيال ميديا، يلا بينا ادعمني واعمل شير. باي.